فاهمين التنظيف غلط. السر اللي خلى بيتي أنضف طول الأسبوع بمجهود أقل. السلام عليكم يا بنات. أنا عايزة أسألك سؤال. ليه في بيوت بتفضل شكلها هادي ونضيف طول الوقت مع إن أصحابها مش بيقضوا يومهم كله في التنظيف، وفي بيوت تانية ممكن تتنضف ساعتين أو 3 وبعد كام ساعة بس تحسي إنها رجعت مكركبة من أول وجديد؟ أنا زمان كنت فاكرة إن الحل هو إني أنضف أكتر، أمسح أكتر، أو أرتب أكتر وأتعب أكتر، لكن كنت كل يوم أوصل لنفس النتيجة: تعب وإحباط وإحساس إن البيت عمره ما هيبقى زي ما أنا عايزة. لكن لما عرفت حاجة بسيطة جدا خلتني أوفر وقت ومجهود، وحتى نفسيتي بقت أهدى، واكتشفت إن المشكلة عمرها ما كانت في التنظيف. المشكلة إننا فاهمين التنظيف بطريقة غلط. وفي فيديو ده هقولك 10 أسرار بسيطة لو بدأتي تطبقيهم من النهاردة هتحسي إن بيتك بقى أهدى وأنضف، ومن غير ما تعيشي طول اليوم ماسكة فوطة. واوعي تخرجي قبل آخر نقطة، لأنها أكتر حاجة غيرت بيتي فعلا، ومع إنها بسيطة جدا إلا إن أغلبنا للأسف بيعملها بالعكس. وأول فكرة معانا النهاردة: بيتك مش محتاج تنظيف، بيتك محتاج ترتيب الأول. خليني أحكيلك موقف كان بيتكرر معايا. أقوم من الصبح بكل حماس، أجيب المنظفات وأبدأ أمسح التراب، وبعدين أمسح الترابيزة واغسل الأرض، وأخلص بعد ساعتين وأبص حواليا وأقول: هو ليه البيت لسه مش مريح؟ عارفة ليه؟ لأن الترابيزة لسه عليها ورق، الكنبة عليها هدوم، والشواحن في كل مكان، والكوبايات متوزعة. المشكلة ما كانتش في التراب، المشكلة كانت في الكركبة. وعلشان كده أول قاعدة لازم تعرفيها: اعملي ترتيب قبل أي تنظيف. شيلي كل حاجة ملهاش مكان، رجعي كل حاجة لمكانها، اجمعي الكوبايات، لمي الهدوم ورتبي المخدات. هتتفاجئي ان البيت شكله اتغير قبل حتى ما تمسكي فوطة. ودي أول طبقة من التنظيف الذكي. الفكرة التانية: ما تبدأيش من الأرض أبدا. أكتر غلطة كنت بعملها إن أغسل الأرض أول حاجة، وبعدين أمسح التراب، وبعدين أرجع ألاقي الأرض اتوسخت تاني. يعني ضيعت وقتي مرتين، والسبب لأن التنظيف ليه ترتيب. ابدأي من فوق لتحت، يعني الأرفف، بعدها الترابيزات، وبعدها الكومود، وبعدها الأجهزة، وفي الآخر الأرض. ليه؟ لأن أي تراب أو فتافيت هتنزل لتحت، وبكده هتنضفي مرة واحدة بس. الحركة الصغيرة دي لوحدها وفرت عليا وقت كبير جدا، وده اللي بيعمله أي حد بينظف بذكاء مش بمجهود. والفكرة التالتة: ما تحاوليش تعملي البيت كله في يوم واحد. عارفة أكبر غلطة كنت بعملها؟ كنت أقول النهاردة هخلص البيت كله: المطبخ، الحمام، الأوض، الغسيل، التراب والمسح، وفي آخر اليوم أكون تعبانة جدا ومش طايقة أبص للبيت أصلا. ولما يجي اليوم اللي بعده أكسل. ليه بقى؟ لأن مخك بيشوف المهمة كبيرة جدا، لكن أول ما قسمت البيت لمهام صغيرة كل حاجة اختلفت. يعني النهاردة المطبخ، بكرة الحمام، بعده تغيير الملايات، بعده تنظيف الدولاب، وبقيت كل يوم أخلص حاجة من غير ضغط. والأهم بقيت محافظة على نظافة البيت طول الوقت. وافتكري دايما البيت مش سباق، انت مش مطالبة تخلصي كله في يوم واحد، انت مطالبة بس انك تحافظي عليه. طيب حتى لو قسمتي الشغل، في عادة واحدة لو بطلتيها هتحسي ان بيتك بقى انضف من غير اي مجهود زيادة. الفكرة الرابعة: ما تسيبيش الحاجة وتقولي هشيلها بعدين. تعالى اقولك على مثال بسيط. شربتي كوباية قهوة وقلتي هحطها في المطبخ بعدين، وبعد 5 دقايق سبت الشاحن على الترابيزة، وبعدها جاكيت على الكرسي، وبعدها منديل على السفرة. كل حاجة لوحدها صغيرة جدا، لآخر اليوم تبصي حواليكي تحسي ان البيت كله مكركب. والغريب ان الكركبة دي اخدت اقل من ساعة. وعشان كده اعملي قاعدة اسمها دقيقة واحدة. اي حاجة هتاخد منك اقل من دقيقة اعمليها فورا. الكوباية خديها وانت رايحة المطبخ، الجاكيت علقيه،
المخدة رجعيها مكانها، هتحسي انك بتمنعي الفوضى قبل ما تبدأ. لكن حتى لو البيت مرتب، في سبب بيخلي المكان يبان مرهق مع انه نضيف. الفكرة الخامسة، ما تكتريش من الديكور. يمكن تستغربي، بس انا كنت فاكرة ان كل ما احط حاجات اكتر البيت هيبقى اجمل. ورد، تحف، شمع، براويز، سلات، كل حاجة حلوة، لكن لما اتجمعوا بقوا كتير والعين ما بقتش عارفة ترتاح. ولما يجي وقت التنظيف كل قطعة محتاجة تتمسح، ولما التراب يتجمع البيت بيبان مرهق. لحد ما بدأت أشيل وأسيب بس الحاجات اللي فعلا بحبها، وفجأة البيت بقى أشيك وأريح وأسهل في التنظيف. وافتكري، مش كل مساحة لازم تتحط فيها حاجة، أوقات المساحة الفاضية هي أجمل ديكور. ولحد دلوقتي عرفنا إن المشكلة مش في إنك تنضف أكتر، المشكلة في إنك تنضفي بذكاء. لكن الحيلة اللي جاية هي أكتر حيلة وفرت عليا وقت، وبصراحة لو بدأتي تطبقيها تستغربي ازاي ما كنتيش بتعمليها من زمان. وهي الفكرة السادسة، ما تستنيش البيت يبقى وسخ علشان تنضفيه. خليني أسألك سؤال، انت بتنضفي امتى؟ لما تلاقي التراب بقى واضح، ولا لما المواعين تتراكم، ولا لما البيت يبقى مكركب جدا؟ عايزة اقولك ان انا كنت بعمل كده واقول بكرة هعمل تنظيف محترم، لكن بكرة كانت بتبقى المهمة اكبر وتعب اكتر ومجهود اكتر، لحد ما فهمت ان التنظيف الذكي معناه ما تستنيش المشكلة تكبر. لو الرخامة عليها نقطة امسحها دلوقتي، لو الهدوم على الكنبة شيليها دلوقتي، لو في مواعين بسيطة اغسليها قبل ما تتراكم، لان 5 دقايق النهاردة بتمنع ساعتين شغل بكرة. وانا من يوم ما بقيت اطبق القاعدة دي بطلت اخاف من التنظيف. الفكرة السابعة، النور والهواء اهم من التنظيف. احنا بنصرف فلوس على المعطرات والمنظفات، ممكن ننسى ابسط حاجة، فتح الشبابيك. والله يا بنات، اوقات اول 10 دقايق في الصبح بتفرق اكتر من اي منظف. الهوا بيغير ريحة البيت، والشمس بتدي احساس بالنظافة، حتى نفسيتك بتتغير. انا بقيت اول ما بصحى افتح الشبابيك وادخل النور، وبعدين ابدأ يومي. وجربوا تعملوا كده اسبوع. طيب، عايزة اقولك ان كل ده جميل، لكن في سر صغير جدا هو اللي بيخلي بعض البيوت شكلها راقي مهما كانت بسيطة. الفكرة التامنة، سيبي مساحة فاضية. زمان كنت فاكرة ان كل ركن لازم يبقى فيه حاجة، تحفة، مزهرية، علبة، شمعة. لكن بعد فترة حسيت ان البيت مخنوق، ولما جيت ارتب اكتشفت ان نص الحاجات دي انا اصلا ما بقتش شايفاها. وبدأت اشيل واسيب مساحات فاضية، وفجأة البيت بقى اهدى واشيك واوسع، لان العين بتحب الراحة مش الزحمة. فكل ما تبصي لأي ركن اسألي نفسك، الحاجة دي فعلا مدياني جمال ولا مجرد واخدة مكان؟ لحد دلوقتي اتكلمنا عن 8 أسرار، لكن لسه فاضل آخر سرين، وبصراحة هما اللي غيروا إحساسي ببيتي بالكامل. ومش بس شكل البيت، لكن كمان راحتي النفسية. ونيجي بقى للفكرة التاسعة، ما تخليش التنظيف يبقى عقاب. عارفة إحساس إنك تصحي الصبح وتبصي للبيت وتقولي يا نهار أبيض، أنا لازم أنضف البيت كله؟ وأول ما تقولي الجملة دي المخ يعتبر التنظيف عقاب، فتلاقي نفسك بتأجلي وبعدين تأجل أكتر، لحد ما البيت يبقى محتاج يوم كامل. أنا كنت بعمل كده لحد ما غيرت طريقة تفكيري، بقيت أقول أنا مش هروح أنضف، أنا هرتب 10 دقايق بس، وهمسح الرخامة، أو هرتب السفرة، ولما أخلص ألاقي نفسي كملت لوحدي. لأن أصعب حاجة مش التنظيف، أصعب حاجة هي البداية. فعمرك ما تقولي لازم أخلص البيت، قولي هبدأ ب5 دقايق، وهتتفاجئي ان ال5 دقايق دول بقوا نص ساعة من غير ما تحسي. لكن السر الاخير هو اللي غير بيتي كله، ومش بيتي بس، غير احساسي وانا قاعدة فيه. واخيرا وصلنا للسر العاشر، البيت مش لازم يبقى كامل، لازم يبقى مريح. احنا للأسف بقينا نقارن بيوتنا بالسوشيال ميديا. كل البيوت هناك مثالية، كل حاجة مكانها، كل حاجة لونها واحد، كل حاجة بتلمع. فنرجع نبص لبيتنا ونحس انه ناقص. لكن الحقيقة اني مش عايشة في معرض،
أنا عايشة في بيت، والبيت دوره يريحك مش يضغطك. من يوم ما بطلت أجري ورا الكمال وبقيت أدور على الراحة، حياتي كلها اختلفت. بقيت أسأل نفسي، هل البيت مريح؟ هل أنا مبسوطة وأنا قاعدة فيه؟ هل في ريحة حلوة؟ هل في نور؟ هل كل حاجة مكانها؟ مش لازم يبقى مثالي، لأن البيت المثالي مش موجود، لكن البيت فيه راحة موجود، وانتي تقدري تعمليها. وفي النهاية يا بنات، عايزة أقولك حاجة يمكن تكون أهم من كل اللي قلناه. ما تخليش حد يخليكي تحسي ان بيتك لازم يبقى كامل علشان يبقى جميل، ولا تخلي المقارنة تضيع منك متعة بيتك. اعملي اللي تقدري عليه، خطوة بخطوة، ركن بركن، وعادة بعد عادة هتتفاجئي ان بعد شهر انت مش بس هيكون بيتك اتغير، انت نفسيتك كمان هتكون اتغيرت. ولو وصلتي لاخر الفيديو اكتبيلي في التعليقات انا هبدأ من النهاردة، علشان اعرف انك كملت الفيديو للاخر. ولو بتحبي فيديوهات البيت والراحة النفسية والعادات اللي بتخلي حياتنا اسهل، اعملي اشتراك في قناة بهدوء مع منى وفعلي الجرس. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.